الترتيب مبدئي طبعا. مبدئيا الراس والرقبه اهي، دي الرقبه. هنعمل الرقبه دي لوحدها على لاير لوحده اهي، موجوده على لاير لوحده، بس هنخليها على كومبوزيت لوحده كده ورا الراس، شايفين بالشكل ده. يعني كده يبقى الراس هي قدام والرقبه ورا، صح كده؟ طيب بالنسبه للكولر والكولر دي، بالنسبه للرقبه والكلام ده، دي هنعملها بقى ايه؟ بالالت سهم فوق الت سهم تحت، هنعملها بالمفاتيح، ماشي؟ مش هنعملها كده. ممكن الكولر والكتف نخلي الكولر دي قدام مبدئيا اهي، ده كده البادي، ده كده الليرز بتاعت البادي، ودي اللير بتاعت او الليرز بتاعت الدراع، نخلي الدراع ورا البادي او مش ورا البادي. بص لو خليت الدراع ورا البادي، شوف هيبقى كله ورا كده بالشكل ده. انا عاوز اخلي جزء من الدراع هو اللي قدام، يعني عاوز اخلي الدراع ده اساسا ده هو اللي قدام، بس في نفس الوقت عاوز احتفظ اللي هو في كومبوزيت لوحده، عشان اخليه قدام وهو اصلا الكتف ورا. عاوز اخلي الدراع ده لوحده قدام، لازم اخليه اطلعه بره الكومبوزيت كده واخليه قدام، يبقى هو قدام والكتف ورا والجسم في النص. وفي نفس الوقت انا عاوزه كله على كومبوزيت واحد اللي هو بالشكل ده، وعاوزه كله يبقى قدام. تمام، هنا يجي دور بقى اللي انا قلت لك عليه بقى، اللي انا بمسك ده واخليه الت سهم من فوق ده لورا، اخلي ده الت سهم قدام لقدام، وهكذا. ماشي، بس ده نخليه المره الجايه. ماشي. دي طبعا الياء دي تبقى ورا، ممكن دي نعملها على طول. الياء دي تبقى ورا شويه اهي، ودي ورا بالشكل ده كده. ده كلهم بقى على بعضهم بالشكل ده، وده الباطي. طبعا الاجزاء اللي اتفقنا، الاجزاء اللي بره الجسم دي هتبقى ماسك، بحيث ان الجزء بس هو اللي يظهر، الجزء اللي جوه الجسم هو اللي يظهر، والجزء اللي بره ما يظهرش.